فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش تانية إعدادي، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة من فرع الجبر بإذن الله هناخد الدرس الخامس، العمليات على الأعداد الحقيقية. قبل أي حاجة كده نسمي الله. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بيراودنا في أول الحصة: أستاذ، هو الدرس ده سهل ولا صعب؟ اصلا انا يا استاذ خدته في الكلاس، خدته في الدرس، وحسيت كده ان الاستاذ بيتكلم في كوكب تاني مش كوكب الارض. هو اكيد كان على كوكب المريخ. لا يا هندسه، الاستاذ كان بيتكلم في كوكب الارض وكان بيشرح كويس كمان، بس انت اللي كان معاك ظرف ما، يعني ممكن يكون كان في توك توك معدي مشغل اغنيه فانت لضمت مع الاغنيه، او ممكن تكون الحاجه ما طبختش النهارده فانت قاعد شغل راسك ولاد الذين مش كفايه برح لهم دروس يا راجل. المهم يا هندسه، درسنا النهارده سهل جدا، معتمد على ايه؟ على النظر مش اكتر، على نظرك، انما انت لو ما بتشوفش بقى دي مشكله تانية. تعالى يا باشمهندس، اول ما نبتدي حصتنا كده نلعب مع بعض شويه. كل اللي انا هعمله هرسم لك دلوقتي اشكال على السبوره وهعوزك تجمعها لي. يلا وريني كده همتك. قول لي يا هندسه، حضرتك انا رسمت ايه؟ انت بتلعب يا عم احمد، معلش استحملني. ابو حميد، انت رسمت 3 دوائر. قلت لك ايه الثقه دي ولا لا؟ صح، رسمت 3 دوائر. ورسمت يا ابو حميد مربعان. قلت له رسم يخرب بيت اللغه العربيه. ورسمت مثلث. قلت لك ايه الحلاوه دي؟ ده انت طلعت يا بتفهم. امال بتقول ما فهمتش الدرس مع الاستاذ ليه؟ يا استاذ ده احنا بنلعب. طب تعال نكمل لعب. يلا يا استاذ، عايزك تجمع لي يا حبيبي اللي زي بعضه. ماشي. هنا يا باشمهندس جذر تربيعي، وهنا جذر تكعيبي، وهنا جذر تربيعي، وهنا جذر تربيعي، وهنا جذر تكعيبي، وهنا جذر تربيعي. ايه اللي انا عملته على السبوره؟ ايه الاشكال اللي انا رسمتها على السبوره؟ قمت انت قايل يا استاذ انت رسمت ادي 1 2 3 4 من الجذور التربيعيه. برافو، هتتكتب كده، هي هتتكتب كده 4 جذر تربيعي. ورسمت جذران تكعيبيان، صح، برافو عليك. و2 من الجذر التكعيبي، صح يا باشمهندس، ممتاز. اهو انت كده فهمت درسك النهارده. درس النهارده كله 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 معتمد على ايه؟ معتمد على النظر. انت عارف ان الجذر ده زيه ولا مش زيه؟ تعال نشوف مثال. لو انا جيت قلت لك ايه؟ باشمهندس، ايوه يا استاذ، انا معايا 2 مربع. حلو يا استاذ. زائد 3 مربعات، يبقوا دول كام مربع؟ يا استاذ ده دول 5 مربعات. صح. ليه؟ انت قلت 2 مربع، معناها ان كان في مربعان. 3 مربعات اهمت، يبقى 2 مع 3 دول 5. صح. ما هو ده الدرس، هو الدرس كده. الدرس يجي يقول لك ايه؟ 2 جذر 5 زائد 3 جذر 5، دول بكام؟ يا استاذ ده دول 5 من جذر 5. برافو عليك. لاحظت ايه بقى يا باشمهندس؟ لاحظت يا استاذ انك ما بتجمعش اللي جوه الجذر. بالظبط، ده اللي انا عايز اوصل له بقى. الجذر ده يا شباب عامل زي الكرتونه. تخيل انها كرتونه مغلقه. هنا بيقول لك معاك كرتونتين وهنا 3 كراتين، يبقى كل اللي معاك كام كرتونه؟ 5. صح. انا ما جيتش فتحت الكرتونه وقلت ايه اللي جواها لازم اجمعه، لا. نتخيل مثلا ان احنا معانا كراتين مليانه بسكوت، معايا 3 كراتين. هل اقول يا شباب معايا 3 كراتين، ولا معايا بقى افتح كل كرتونه واعد البسكوت اللي جواها واقول ان معايا كام باكو بسكوت؟ لا يا استاذ، بنقول معانا 3 كراتين بسكوت. هو نفس الكلام بالظبط. يبقى دلوقتي يا استاذ علشان اجمعهم لازم يكونوا متشابهين.
ايوه، فاكر في اول الحصة لما رسمت لك مربع ومربع ومربع ودائرة ودائرة؟ لما جيت تجمع ما قلتليش انت جمعت او رسمت 5 اشكال هندسية، امال انا قلت لك يا استاذ انت معاك 3 مربعات ودائرتان، هي نفس الحركة تماما. يعني تاني يا شباب، لما اجي اقول لك ايه هندسة، انت معاك 3 من جذر 2 زائد 2 من جذر 2 زائد 5 من جذر 2 زائد 6 من جذر 2. ايه يا عم احمد، ايه يا عم احمد، اهدى شوية، ده الموضوع بسيط يعني. 3 كراتين وكرتونتان و5 و6 كده 5 و5 10 و6 16 يا استاذ كرتونة. الناس العبيطة اللي كانت قاعدة في الكلاس وتقول الأستاذ الغريب ده بيعمل إيه؟ مش المفروض يجمع الاتنين والاتنين والاتنين والاتنين؟ لأ. ليه؟ عشان أنا بجمع اللي شبه بعضه، وجذر 2 ده اسمه عدد حقيقي، يبقى الراجل بيعلمك إزاي تجمع الجذور الحقيقية. الطرح كمثل يا هندسة، يعني إيه؟ يعني لما أجي أقول لك عزيزي الطالب معاك 3 من جذر 7، شيل منهم 2 من جذر 7. قمت انت قايل سهلة دي، 3 جذور نشيل منهم جذران يتبقى لي جذر 1، اهو جذر 7 يا استاذ. ممتاز، بس خد بالك، هل يا باشمهندس لما انا جيت في اول الحصة وقمت راسم لك مربع ودائرة وقلت لك عزيزي الطالب المشلول، ايه اللي انا عملته؟ قمت انت قايل انت رسمت مربع ودائرة، هل نفع اجمعهم واقول 2 مربع دايرة؟ كلام مش منطقي، مش داخل العقل، صح؟ فانا لما عملت كده يا استاذ انا قلت معايا مربع بلس دائرة زائد دائرة، اهو هنا نفس الكلام في الجذور. بيقول لك انت لو معاك جذر 2 زائد جذر 5 مش هينفع تجمعهم. ليه؟ لان دي كرتونة ودي كرتونة تانية، دي شكل ودي شكل تاني خالص يا استاذ، ما ينفعش يتجمعوا لان العددين الحقيقيين هنا مش زي بعضهم. افهم من كده يا ابو حميد ان لازم الاعداد الحقيقية تكون زي بعض عشان اعرف اجمعها؟ برافو عليك، شكلك فهمتني. طيب تعال نشوف كده مثال ووريني همتك كده. عاوز ياد احس بيك كده انك بتفهم، اديني احساس، اديني رياكشن. ماشي يا ابو حميد، بص بقى الرياكشن بتاعي. انا معايا هنا 3 من جذر 2، قلت لك انت بتفهم، ومعايا جذر 3، قلت لك طب هكتبهم ازاي؟ 3 من جذر 2، ليه؟ علشان دي يا استاذ دي اللي شكلها، انما دي مش شكلها، ومعانا جذر 3. قلت لك يا نهار ابيض، ده انت طلعت بتفهم يالا، ده طلع الدرس سهل مش جاي من كوكب المريخ. ايوه يا استاذ فعلا هو الدرس بسيط خالص. طب يلا، عايزك يا عزيزي تحللي المسألة دي، بس يا رب نكون من الطلبة اللي بتركز. ماشي يا استاذ. نلخبط شوية، بلاش نلخبط في المرة دي، خلينا نلخبط في مرة جاية. ماشي يا استاذ. يلا يا عزيز الطالب، بص يا استاذ، دي من فصيلة دي ودول من فصيلة بعض، صح؟ برافو عليك، كويس قوي انك قدرت تحدد كده، لان دي يا استاذ جذر تكعيبي انما التانية جذر تربيعي، صح يا لا انت بتفهم. يبقى معانا 3 من الجذر التكعيبي للاتنين، صح؟ زائد 5 او لا مش 5 بقى، تغلطت يا استاذ، ده 6، صح يا هندسة، 6 من جذر 2. ممتاز يا برافو عليك. يلا لخبطك، يلا يا استاذ، يلا يا هندسة اجمع لي دول. استاذ ايوه مش هيتجمعوا. طب ليه يا ابني؟ دي اسمها 3 جذر 2، انما دي اسمها الجذر التكعيبي للاتنين. اللي انا جايب المثال ده عشان الطلبة السوك، الطلبة اللي عندها الجذر التكعيبي زي 3 من الجذر التربيعي، لما بييجوا يكتبوا جذر تكعيبي يكتبوا كده. ايه دي يا ده عشان تكتب جذر ياد ما تشيلش ابويا يالا، عشان تكتب جذر تكعيبي تيجي على السن ده اهي وتحط هنا
3 بسيطة كده سيمبلست. شفت انت بسط لها، عرفت تفرق ما بينهم ازاي؟ عشان انا اللي كاتبها. انما لو انت اللي كاتبها روح افتح كده كراسة الكلاس بتاعتك وبص فيها هتلاقيك مبهدل الدنيا. ركز يا الكتابة، تنظيم الكتابة على عامل كبير قوي في الحل والفهم. تمام؟ انت ممكن تكون فاهم المسألة قوي وتيجي هندسة ايه تكتب كده نعكشة فراخ، تبص للخطوة اللي قبلها ايه ده؟ هو انا عملت هنا ايه؟ هو انا كتبت هنا 3 ليه؟ بتقوم شاطبها كده وترجع تعمل، تبص تلاقي الدنيا باظت منك. ركز يا هندسة في الكتابة، اكتب كويس، احسن خطك، ظبط الدي وروق الجي زي ما بيقول. يلا يا استاذ تعال نشوف مسألة تانية. يلا. جذر 7 زائد 3 زائد 4 من جذر 7 ناقص 4. ايه يا ابو حميد؟ ابو حميد الهيافة دي، ده انا معايا 5 من جذر 7. عملت ايه يا ولا؟ دي زي دي يا استاذ. تمام. وهنا يا استاذ 3 ناقص 4 سالب 1. خد بالك ياد وانت ايه قاعد كده في الكلاس وسبقت زميلك وحليت، فانت جيت تبص في ورقته كده لقيته عيل معقد نفسيا. انت قلت له انت ياد معقد نفسي يالا. عمل ايه صاحبك قام جاي قال انا لازم اتميز عن الطلبة المجانين دي. قلت له هتعمل ايه؟ قال يا استاذ هجمع اللي زي بعضه مع بعض. هنا الجذر 7 وزيها 4 من جذر 7، وهنا 3 ناقص 4، يبقى هنا 5 من جذر 7، وهنا سالب 1. شفت طالبنا المجنون عمل ايه؟ عمل خطوة زيادة بيسميها خطوة التنظيم. ظبط نفسه، جمع اللي زي بعضه مع بعض كده وقام جايبه وجمعه والتاني وجمعه. تمام يا هندسة؟ ما يجيش بقى يدخلك معلومة من أولى إعدادي كده وأنت تتخض وهو عارف إنك هتتخض. تعرف تجمع المسألة دي؟ أنت قمت باصص لها كده يا نار، أنا ما صدقت فهمت يا أستاذ، حرام عليك لخبطتني. بص أنت خدت في أولى إعدادي لو معاك فريكشن كسر، الكسر ده ليه دومينيتور، ليه مقام. بص للمقام حبه، هل زي بعضه؟ أيوة يا أستاذ. بتقوم واخد واحد بس أهو واجمع اللي فوق. هنا كام؟ 1 و6 كام يا هلا؟ 7 يا أستاذ. برافو عليك، جذر و6 جذور دول راحوا مع بعض، يبقى النتيجة طلعت بكام؟ بجذر 7. هل الموضوع طلع غبي وصعب وحاجات كتيرة كده؟ لا يا أستاذ، جاب لك مسألة تانية انت بصت لها كده قلت بص انا هسيبها. قلت لك عامل ايه؟ كتب لي يا أستاذ الراجل الغريب ربع جذر 64. تمام. زائد 3 من جذر 2. حلو. زائد جذر تكعيبي للاتنين. كويس. زائد 5 من جذر 2. ايوه. وقال لي اجمع يا استاذ. اجمع ايه الراجل العبيط ده؟ قلت لك ولا عبيط ولا حاجه، واحده واحده معاه. يلا نشوف الاولى. مش ده بيتحسب يا هندسه؟ ايوه يا استاذ ده ب8. حلو. احسبه دي ب8. ماشي يا أستاذ. ودي ما بتتحسبش ودي بتتحسب ودي ما بتتحسبش. ماشي. ربع 8 كام؟ ربع 8 دي 2 يا أستاذ. زائد 3 من جذر 2 زائد 2 زائد 5 من جذر 2. شفت أنا عملت إيه؟ كتبت كتير. أنت عملت كده وقمت لقيتني كتبت كتير. ركز تاني. بصيت في المسألة. فيك حاجة بتتحسب أياتها الكلبة؟ قالت أيوة. ال 64 بتتحسب. بس خلاص احسبها. والجذر التكعيبي لل8 احسبه. جمع يا باشمهندس يلا. قلت له 2 و2 كده 4 و8 من جذر 2. كل اللي عملناه خلال حصتنا يا شباب خلال الجمع والطرح ده اسمها خواص في الجامعة. طب ايه الخواص دي؟ لو ما فهمتش الحتة الجاية فكك من أبوها. المهم إنك عرفت تحل، المهم إنك اكتب لك مسألة تطلع الناتج في ثانية. يلا ياد كده وريني مهاراتك الإبداعية. معايا ياد جذر 5 زائد 2 من جذر 5 زائد 3 من جذر 5 ناقص 6 من جذر 5. يا أستاذ هنا 1 و2 3 و3 6 ناقص 6 الناتج يطلع 0. لو عرفت تحل دي كده خلاص.
تعال بقى نخش على البروبرتيز دي، الخصائص دي. خصائص بتقول ايه؟ بص يا هندسة، في الجمع بنسميها عملية منغلقة. يعني ايه منغلقة؟ يعني انت جمعت عدد حقيقي مع عدد حقيقي، ايه اللي هيطلع؟ هيطلع عدد حقيقي يا استاذ، مش هيطلع حاجة تانية. يعني لما اجي اقول لك ايه؟ ولا جذر 2 زائد جذر 2 يا استاذ، ده دول ب2 من جذر 2، بيسموا دي الانغلاق، يعني ينفع تنجمع. الابدال، قال لك الابدال لو انا جيت قلت لك ايه؟ 2 من جذر 3 زائد 5 من جذر 3 دي بكام؟ ولو قلت لك 5 من جذر 3 زائد 2 من جذر 3، طب ما هيها يا استاذ. هنا 2 جذر، وهنا 5 جذور، وهنا 5 جذور و2 جذر. في كل الحالات اسمهم 7 جذور. صح يا هندسة؟ اهو بيسموا دي الابدال. يعني انت لو جبت حاجة مكان حاجة مش هيحصل اي اختلاف، هيفضل الناتج زي ما هو. طب ايه يا استاذ الدمج؟ ايه الدمج ده؟ قال لك الدمج ده يا هندسة يعني تقدر تجمع من النص، من الاول، من الاخر، عادي مش هيفرق معاه. مش فاهمك، واحدة واحدة. لو انا قلت لك 2 من جذر 2 زائد جذر 2 زائد 5 من جذر 2، هل في مشاكل لو انا قمت جاي قايل دول 6 من جذر 2 زائد 2 من جذر 2 كده يديني 8 من جذر 2؟ لا يا استاذ، عادي عادي خالص. طب في مشاكل لو انا جيت خدت دول مع بعض كده، جمعتهم الاول وبعدين خدت دي معاها، يبقى 3 زائد 5 8؟ عادي برضه يا استاذ، هياها مش فارقه. تمام يا هندسه. يبقى ايه هو الدمج؟ الدمج ده يا باشمهندس ممكن تبتدي من اي مكان، اي مكان يعجبك في المساله ابدا جمع فيها. في مشاكل مش فاهم دول بيحسسوك بعقده نفسيه، سيبك من ابوهم، قال لك كانك شايفهم طالما انت بتعرف تجمع وتطرح. طب يا استاذ ايه هو المحايد الجمعي؟ قال لك محايد الجمعي يعني انت لو معاك جذر 5 زائد كام يديك جذر 5؟ يا استاذ زائد 0. ما هو جذر 5 امتى يطلع نفسه جذر 5؟ لما ما احطش على حاجه، ما اجمعش معاه حاجه. قال لك هو المحايد الجمعي ده اللي انا اقصده الصفر. لو انا معايا جذر وحطيت له 0 هيطلع ايه؟ جذر. يعني التاني انا معايا كرتونه وقلت لك ايه؟ ما تاخدش حاجه تانية وامشي، يبقى انت مشيت معاك ايه؟ معايا كرتونه يا استاذ. انا اخدت كرتونه وحضرتك قلت لي ايه؟ خد الكرتونه وامشي. خلاص يبقى انا معايا كرتونه واحده. انت قلت لي ما تاخدش حاجه تانية، اهو ما تاخدش حاجه تانية يعني الصفر. طب ايه هو بقى المعكوس الجمعي؟ المعكوس الجمعي ده يا استاذ بنغير الاشاره. يعني ايه بغير الاشاره يا عم احمد؟ يعني انا لو معايا يا باشمهندس جذر 5 يبقى الناتج او المعكوس الجمعي سالب جذر 5. صح؟ طب انت فاكر يا لا فاكر؟ ركز كده، ركز. فاكر مطلق سالب جذر 5 بكام؟ ايوه يا استاذ، ده دي بموجب جذر 5. المطلق بيشيل السالب، فدي لما جيت احسبها طلعت بجذر 5. قال لك طب يا هندسه بقى انا عايز معكوسها الجمعي، قلت له يبقى سالب جذر 5 اللي انا عايز اوصله لك. لو معاك مساله صفيها وبعد كده هات المعكوس الجمعي. لو معاك اي سؤال صفيه حله وبعد كده هات معكوسه الجمعي. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك باشمهندس جذر 3 زائد 2 من جذر 3 معكوسها الجمعي ايه؟ قمت انت قايل يا استاذ دول 3 من جذر 3. عايز المعكوس الجمعي؟ بغير لك الاشاره. برافو عليك يا آلا، انت بتفهم يا آلا. ايوه عيب عليك. طيب لو كانوا يا استاذ الجذرين مش زي بعض، وهنا نهدى بقى. جذر 3 ناقص جذر 2، انا عايز يا استاذ المعكوس الجمعي. قال لك المعكوس الجمعي بيغير كل الاشارات. المعكوس الجمعي بيعمل ايه يا آلا؟ بيغير يا استاذ كل الاشارات. يعني دي بالموجب يبقى قدامها سالب، دي بالسالب يبقى قدامها موجب،
بيفضلوا ان هم يكتبوا يا شباب اللي بالموجب الاول، بيفضلوا كده. تعال نشوف المسألة دي. جذر 7 ناقص جذر 2 معكوسها الجمعي ايه؟ معكوسها الجمعي يا استاذ يبقى جذر 2 ناقص جذر 7 او سالب جذر 7 زائد جذر 2. بس بنكتب احنا اللي بالموجب الاول. كده انا خلصت لك كل الجمع والطرح يا هندسه. يلا نخش على الضرب. يلا بينا يا استاذ. تعال بقى يا هندسه لعمليه الضرب اللي شعشعت راسك. انا فهمت يا استاذ اللي فات. طيب افصل بقى ما بين الجمع والطرح والضرب والقسمه. افصل ما بينهم، دي حاجه ودي حاجه. حط في راسك الجمع كده يا استاذ بجمع اللي زي بعضه. ليه؟ لان الضرب يا باشمهندس قالك لو الجذور زي بعض. ركز، يعني انا لو معايا جذر 5 وجذر 3 وجذر تكعيبي لل5 وجذر تربيعي لل3، دول يا باشمهندس اعرف اضربهم السنه دي. دول بينضربوا بس بينضربوا في سنه تانية ثانوي، لسه في تانية ثانوي. يعني معنى كده يا استاذ ان مش هشوف مسألة زيها في الكلاس، شفت او ما شفتش ما تحلهاش، بتسيبها زي ما هي كده. تمام يا هندسة؟ خلاص متفقين؟ متفقين يا استاذ. الضرب بقى بيتم ازاي؟ عندك سهل قوي. لما تيجي تضرب اضرب اللي بره في بعض واللي جوه في بعض. اضرب اللي بره في بعض واللي جوه في بعض. لما تيجي تضرب بنضرب اللي بره في بعضه واللي جوه في بعضه. في الجمع والطرح لا، انا كنت بقفلهم كده بعتبرهم كرتونة، اقول ان معايا كرتونة كذا وكرتونة كذا. هنا يا استاذ قالك لو في بره مثلا هنا 3 وهنا كده 7، قالك خلي دي رقم مختلف، خليها 4. اضرب الارقام اللي بره في بعض، اللي 4 في 7 وحط جذر. اضرب الارقام اللي جوه في بعض 15، يبقى 28 من جذر 15. تاني كمان مرة، لو انا معايا 2 من جذر 2 في جذر 2 دي بكام؟ قلت له يا استاذ بص، هنا كده في 1 ما بيبقاش مكتوب، الاتنين في 1 ب2، جذر 2 في جذر 2 بجذر 4، وجذر الأربعة 2، يبقى الاتنين في 2 تطلع ب4. ما فهمتش يا استاذ؟ انا حاسس انها صعبه. والله ما صعبه خالص. الضرب بتضرب الارقام اللي بره في بعض واللي جوه في بعض بس. يعني انا لو جيت قلت لك باشمهندس انا عايز اضرب 7 من جذر 2 في 3 من جذر 5، قمت انت قايل امسك اللي بره الجذر اللي قدام الجذر اضربه في بعضه. 3 في 7 ب21، حلو. وهنا 2 في 5 بجذر 10، حلو كده يا هندسة؟ حلو يا أستاذ. طب تعالى نشوف المسألة دي كده. جذر 2 في جذر 3، قلت له يا أستاذ باخد جذر اهو، دي قدامها 1 ودي قدامها 1، الواحد في 1 ب1 يا أستاذ اهو. 2 في 3 ب6، بس الواحد بيفضلوا في الرياضة ان هم ما يكتبوهوش. طالما في حاجة موجودة اكيد مش قدامها 0، اكيد قدامها 1، فهم بيفضلوا ان هو ما ينكتبش. من هنا في ملحوظة عايزك تاخد بالك منها، ملحوظة طريفة كده ظريفة شوية. بتقول لك ايه؟ لو معانا جذر 5 في جذر 5 دي بكام؟ قمت انت قايل جذر 25 يا استاذ، قلت لك صح، برافو عليك. جذر ال25 بكام؟ قمت انت قايل ب5. قلت لك طب ايه رأيك لما نفهم مع بعض الجملة دي؟ الجذر في روحه تطلع روحه. ايه رأيك في المقولة دي؟ صح ولا غلط؟ الجذر في روحه يعني الجذر في نفسه. جذر 2 في جذر 2 بجذر 4، وجذر ال4 كام؟ 2. الجذر في روحه طلعت روحه فعلا يا استاذ، بس خلاص صح. يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس لو معايا 2 من جذر 5 في 3 من جذر 5، انت قال لي 2 في 3 ب6، الجذر في روحه تطلع روحه، بدل ما تكتب جذر 25 وترجع تحسب جذر ال25. فهمني يا هندسة؟ بحاول يا أستاذ صراحة، واحدة واحدة معاك. جذر 7 على 5
في جذر 3 على الاتنين. قلت له ده ضرب يا أستاذ. أيوة، بضرب اللي فوق في بعضه بجذر 21 واضرب اللي تحت في بعضه، الاتنين في 5 ب10. 3 من جذر 7 في 2 من جذر 3. بضرب اللي قدام الجذر في بعضه، 3 في 2 ب6 جذر 21. طب يلا تاني، 5 من جذر 2 في 6 من جذر 2. 5 في 6 ب30. الجذر في روحه تطلع روحه يا أستاذ. ولو ما أخدتش بالك وكتبت إنها جذر الأربعة، صح، جذر الأربعة 2، الاتنين في 30 ب60. صح يا باشمهندس، مفيش فيها أي حاجة. هل أنت كده حاسس بعقدة نفسية ولا حاجة؟ لا يا أستاذ. طيب تعالى كده نفتكر مع بعض أولى إعدادي لما كان بيجي لك ضيف في البيت. معرفش المدرس بتاعك شرحها لك إزاي صراحة، بس ما علينا يعني، تعال نفهمها احنا أصلا. تخيل إن احنا قاعدين في أمان الله كده بالبيت، ماشي، وجالنا ضيف. الضيف أول ما بيخش بيعمل إيه؟ بيخش ازيك يا حماده، ازيك يا علي، ازيك يا فتحي، ونفتحها مبواسها بقى، صح؟ صح يا استاذ. تاني نتخيل ان احنا اللي قاعدين في الدار هنا البيت جذر 2 وهنا جذر 3، وفي ضيف جاي لنا. حلو يا استاذ. الضيف ده خبط على الباب، فتحنا له، ما عادش هنا أس، يبقى الباب ده مفتوح. لو ما فيش نهو أس يا شباب، حطوا المعلومات اللي بقولها لكم دي في راسكم، علشان هي دي الحاجات اللي بتعقدكم. الباب ده مفتوح ولا مقفول؟ بعرفه مفتوح ولا مقفول ازاي من الأس. في أس؟ لا، يبقى الباب ده مفتوح. الراجل ده نقدر ندخله. إنما لو الباب مقفول عمره ما هيخش. لو في أس عمره ما هيخش. لو في إيه؟ لا، أس عمره ما هيدخل يا أستاذ. برافو عليك، حطها في راسك واقفشها عشان هنرجع لها دلوقتي. ماشي يا أستاذ. تعال امسك الجذر ده، يلا اضربه هنا واضربه هنا. جذر 7 في جذر 2 بجذر 14 يا أستاذ. صح، دخل سلم على الراجل ده. سلم، بيسلم بيضرب، صح؟ يبقى جذر 7 في جذر 3 بجذر يا أستاذ 21. نتخيل إن معانا جذر 2 مضروب في جذر 6 زائد 7. هنضربه ازاي؟ يا أستاذ الباب مفتوح. حلو، الراجل ده هيخش هيسلم على اللي موجودين. برافو، دخل سلم على الراجل ده. جذر 2 في جذر 6 جذر اهو، جذر بنضرب اللي جواه. طب دخل على ده رقم وده جذر. خلاص، في الحالة دي بنيجي نضرب الرقم في الرقم. هنا 1 في جذر في 7 ب7، جذر 2 في ما فيش بجذر 2 يا أستاذ. حاسب بقى، هنا نتلخبط. هنا ليه ما قلتش 1 في جذر 7 بجذر 7 وجذر 2 في ما فيش ب0؟ قلت لك انت ايه اللي خلاك تحط هنا 1 يا أستاذ؟ ما هو في جذر 2 يبقى أكيد جنبها 1. طب هل في مشاكل لو أنا حطيت هنا جذر 1؟ لا يا أستاذ. خلاص، يبقى 1 في 7 ب7، جذر 2 في جذر 1 بجذر 2 يا أستاذ. مش فاهم. تاني، لو جيت قلت لك ايه 3 من جذر 5 في جذر 2 زائد 5، قلت لي يا أستاذ بص حضرتك، أنا بعتبر إن دي جنبها 1 وبعتبر إن دي جنبها جذر 1، ولما أجي أضرب بمسك الرقم ده أضربه هنا وأمسكه أضربه هنا. 3 في 1 ب3 جذر 10. حلو، بضرب اللي بره في بعضه واللي جوه الجذور في بعضها. تمام، نفس الكلام هنا. 3 في 5 ب15، جذر 5 بجذر 1 بجذر 5. كده انت صفيت السؤال يا هندسة. طب تخيل بقى ان كان جاي لك ضيفين، شخصين 2 جايين لك ضيوف. شخصين يا أستاذ، ده احنا هنسلم لما ايدينا هتورم. معلش يا حبيبي، اكرام الضيف. هنا يا أستاذ جاي لي جذر 2 زائد جذر 3 جايين يزوروا جذر 2 زائد 5. عادي خالص. الباب مفتوح ولا مقفول؟ الباب مفتوح يا أستاذ. يعني ايه مفتوح؟ يعني مفيش أس. لو في أس ما بتعرفش تعمل أي حاجة من دي. طب اتصرف ازاي لو في أس يا أستاذ؟ لسه بعلمك أيها الطالب، لسه بنتعلم مع بعض.
ماشي يا أستاذ. هنمسك ده، الراجل ده دخل من الباب الأول، أكيد يعني الاتنين مش هيخشوا من الباب مع بعض، أكيد واحد بيخش يسلم والتاني وراه، هو نفس الكلام. جذر 2 في جذر 2 ب2، جذر 5 أو جذر 2 في 5 ب5 من جذر 2. مش فاهم يا أستاذ؟ مش احنا اتفقنا ان جنبها هنا جذر 1 ودي قدامها كده 1؟ أيوة يا أستاذ. كمل. الراجل التاني بقى هيدخل يا أستاذ، جذر 3 في جذر 2 بجذر 6، جذر 3 في 5 ب5 من جذر 3. ليه؟ لأن جذر 3 ده قدامه 1، 1 في 5 ب5، وجذر 3 في جذر 1 ب3. هل ينفع يا باشمهندس يتجمعوا؟ لا يا أستاذ ما ينفعش يتجمعوا، خلاص سيبناها زي ما هي. من هنا الراجل وصل لحالة خاصة. إيه هي الحالة الخاصة؟ قال الحالة الخاصة عبارة عن حاجتين 2 يا أستاذ. الحالات الخاصة حالتين. الحالة الأولى منهم لما تبص تلاقي قوسين زي بعض تماما بالظبط، واحد منهم بالسالب والتاني بالموجب. قالك في الحالة دي عادي لو مسكت الراجل ده دخلته ومسكت التاني دخلته عادي، بس احنا بنقول لك في حاجة اسمها الضرب بمجرد النظر. أول ما تبص للمسألة كده بعين ونص منك كده، ده سبيشال كيسز يا أستاذ، ده حالة خاصة. ماشي، بناخد السالب يا أستاذ ونربع أطرافه، يعني نحط أس 2 على كل ترم كده، على كل حد من دول، يبقى هنا 3 ناقص 1 بتساوي 2. تاني يا شباب، تاني يا أستاذ. لو أنا قلت جذر 5 ناقص 2 في جذر 5 زائد 2، دي سبيشال كيسز يا أستاذ، صح؟ برافو عليك. هتعمل إيه؟ يا أستاذ بص حضرتك، أنا هقول لك، قلت لك قول. قال اكتب اللي بالسالب، قلت له كتبت اللي بالسالب، ربع أطرافه أهو، بربع الأطراف ماليش دعوة بالإشارة اللي في النص. أس 2 شال الجذر هنا 5 ناقص 2 أس 2 ب4، يبقى الناتج طلع بكام؟ ب1. تاني يا أستاذ، لو معايا يا باشمهندس 2 من جذر 3 ناقص 3 من جذر 2 في 2 من جذر 3 زائد 3 من جذر 2، دي يا أستاذ سبيشال كيسز، صح يا هندسة؟ تعمل إيه؟ بنكتب اللي بالسالب أهو ونربع الأطراف بتاعته، بنحط أس 2 على كل حاجة من اللي موجودة. هل في مشاكل؟ إن شاء الله مفيش. 2 أس 2 بكام؟ ب4 في 3. ليه؟ عشان أس 2 شال الجذر. طب وهنا 3 أس 2 ب9 في 2، ليه؟ عشان أس 2 شال الجذر. حلو، يبقى دي ب12 ناقص 18 تطلع بسالب 6 يا أستاذ. ممتاز، برافو عليك يا هندسة. كده انت طلعت طالب شاكك فيك انك بتفهم. كمان مرة، آخر مرة خالص، آخر مرة يا أستاذ. يلا، لو أنا جيت قلت لك إيه؟ عايزك تطلع لي الناتج هنا بمجرد النظر كده يا حبيبي. جذر 7 ناقص جذر 6 في جذر 7 زائد جذر 6. انت ايه العيب عليك؟ ده حالة خاصة يا أستاذ. خد السالب ربع أطرافه. تمام يا هندسة، يبقى دي 7 ناقص 6 بتساوي 1، صح؟ بص يا باشمهندس، تعالى نمشي بقانون ظريف لطيف زيك كده على السريع. القانون بيقول مجموعهم زائد 2 في ضربهم، مجموعهم زائد 2 في ضربهم، يبقى النتيجة هتكون 5 زائد 2 من جذر 6. جبت الكلام ده منين يا أستاذ؟ أيوة، عايزين نفهم بقى. كان في عندك قانون لفك قوس تربيع في أولى إعدادي، فاكره؟ كان بيقول لي القانون الأول أس 2 وهنا التاني أس 2 موجب إشارة المنتصف 2 في الأول في التاني. ركز يا هندسة، الأول أس 2 والتاني أس 2 موجب إشارة المنتصف 2، اضرب الأول في التاني. تعالى يا باشمهندس شيل الجذر كده مع أس 2، بقى هنا 3 زائد جذر في جذر كده جذر 6 زائد 2. نقدر نجمع دي مع دي، الناس بقى تركز قوي.
شباب حدش يقول لي 3 زائد 2 زائد 2، دي يالا معناها جذرين، دول كرتونتين، دول يا باشمهندس كرتونتين مختلفتين عن دول اسمهم 5 ودول ب2 من جذر 6 اللي هي مجموعهم زائد 2 في ضرب الجذور. بس دي امتى؟ دي في حالة لما يكون جذر سنجل مع جذر سنجل، جذر وجذر كده. انما لو في ارقام قدامهم بلاش اديك قوانين كتير عشان ما تخشش في راسك. انت كل اللي عليك فك قوس. يعني انا لو معايا مثلا يا استاذ 2 من جذر 3 زائد 1 أس 2 عادي، الاول ربعه والاخير ربعه موجب، اشارة المنتصف لو زائد زائد لو ناقص ناقص. 2 ضرب الاولانية ضرب الاخيرة. يلا نصفي. 2 أس 2 ب4، الجذر شال مع أس 2 يتبقى هنا 3. 2 في 2 ب4 من جذر 3 وهنا 1، يبقى النتيجة 12 زائد 4 جذر 3 زائد 1 ب13 زائد 4 من جذر 3. هي دي يا باشمهندس فك المسألة دي. من هنا يا هندسة بدأ الراجل يقول لك طيب ايه المعكوس الضربي للجذر؟ قلت له من هنا يا باشمهندس بقى آخر كلمة هنقولها في الدرس. أنا عارف إن في ناس كتير دماغها فوتت دلوقتي. أنت يا باشمهندس لما تيجي تسمع الفيديو خلصت جزئية الجمع بس وقف الفيديو، اعتبرها مذاكرة النهاردة وهات تمارين الجمع وحل عليها من كتاب المعاصر أو من كتاب المدرسة. خلصت الضرب نفس الكلام، خلصت القسمة نفس الطريقة. المهم المعكوس الضربي بنقلب العدد. يعني أنا لو معايا جذر 3 إيه معكوس الضرب يا شباب؟ اقلبه يا أستاذ يبقى 1 على جذر 3. الراجل قال لك بقى يا هندسة حط دي في راسك، أول ما تلاقي جذر في المقام اعتبر إن نفسك اتمليت براغيث، خلاص هتقعد تهرش بقى. طب أعمل إيه يا أستاذ؟ قال لك لازم تشيله. بيتشال إزاي الكلب ده؟ قال لك بص طريقة شيله بسيطة قوي، اضرب زيه فوق وتحت، اضرب زيه فوق وتحت اهو. 1 في جذر 3 بجذر 3، الجذر في روحه تطلع روحه. بس كده بس. يعني انا لو جبت مسألة قلت لك 5 على جذر 5 تعرف تحلها لي؟ قلت له يا استاذ ماشي، انت عايز معكوس الضرب ولا عايز نصفيها؟ لا انا عايزك تصفيها. خلاص هضرب لك فوق وتحت في جذر 5. شفت سهلة ازاي؟ يبقى هنا 5 جذر 5 على ال5. 5 دي راحت، اتبقى جذر كام؟ جذر 5. طب افرض يا استاذ ان كان جذر 5 زائد حاجة كده، يعني كده اتصرف ازاي؟ قال لك لا دي درس لوحدها خالص اسمه العددان المترافقان، دي مش تبعنا. احنا بنكلمك بس ان لو معاك يا باشمهندس جذر في المقام تشيله ازاي؟ بتضرب زيه فوق وتحت. اظن يا هندسة الموضوع very easy، سهل قوي قوي قوي. بس كده انا خلصت درس العمليات. حاسس بيك، حاسس ان المعلومات فيه كتير قوي. عارف انك حاسس الاحساس ده، علشان كده بقول لك قطعه. الجزئيه بتاع الجمع والطرح دي حلها لوحدها، وكتاب المعاصر عامل لك اسئله دي كده اهو عليها لوحدها. وخد يا باشمهندس الضرب لوحده، جزئيه الضرب لوحدها وحل، هتبص تلاقي نفسك ما شاء الله ماشي كويس. اكتب لي في التعليق بقى ان كانت الحصه عجبتك ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.